بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده سمك ملوحه علشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا كلنا معظمنا اول يوم العيد لازم ياكل ملوحه ورنجه، فقلنا بقى نجيب سمك بوري نخلله عشان يلحق يحلو على ان شاء الله العيد يكون استوى ونطلعه. بصوا بقى، اول حاجه نعملها لما نجيب السمك عشان نخلله بنفتح الخياشيم كده ونحط راس السمكه كده تحت الحنفيه عشان الميه تدخل في الخياشيم على طول. ندعكها كده كويس قوي، وبعد كده نشطف السمكه ونقوم جايبين السمك بالشكل ده كده، ونقوم رابطينه باي حاجه من الديل بتاعه، ونقوم معلقينه ونسيبه يتصفى خالص من اي بقى حاجه موجوده فيه. بعد كده بقى ما سيبناه يتصفى هنجيب كيس ملح زي ما احنا شايفين كده، وهناخد نصه او ممكن ازيد شويه كمان. هضيف عليه بقى شطه، وهقلبهم كويس مع بعض. انا طبعا علقت السمك عشان يتصفى، انا سبته نص ساعة بس عشان انا ايه، الوقت ضيق قوي ومش هيبقى عندي وقت ان انا ارجع اعمله بعد كده. طبعا انت بقى لو عندك وقت تسيبيه بس مش اكتر من 3 ساعات متعلق عشان يتصفى تماما، ما يبقاش فيه اي مية ولا اي دم ولا اي حاجة. بصوا بقى، اول حاجة هنفرش حاجة كده علشان ما نزفرش بس المكان مكان السمك. وهجيب اي قماشة عندك هتجيبيها تكون نظيفة اهم حاجة، وتجيب السمك زي ما انتي بصوا زي ما انتم شايفين كده، وهنشفه بقى كويس قوي. لو لسه السمك ما نشفش منك قوي هتعملي نفس الطريقه بالظبط. طبعا انا ما رضيتش استخدم المناديل الورق علشان هستخدمها هتقعد تبوش بقى وكده من الميه لو في ميه لسه في السمك. هنضف بقى باقي السمك بالطريقه دي كده، هنشفه كويس قوي عشان انا مش محتاجه ان هو يكون مبلول ميه خالص. كده خلاص انا خلصت. الخطوه اللي بعد كده بقى هجيب ايد الهون كده وادق على السمك بالراحه علشان اطر اللحم بتاعه. هنزل كده عليه كده بالراحه كده. خلاص بعد ما ضغطت عليه كده بالراحه بايد الهون زي ما احنا شايفين، بصوا ناشف خالص اهو، واللحم بتاعه كمان بقى طري. دي تاني خطوه في خطوات، يعني من الخطوات المهمه في تخليل او تمليح السمك. شايفين بقى طري ازاي؟ الخطوه التالتة بقى، قبل ما ابداها، لو انت محتاره تخليلي في ايه، هتجيبي ما عندكيش حاجه تحط فيها السمك، هتجيبي ازازه وتفتحيها بالشكل ده كده. دي ازازه ميه او ازازه بيبسي عندك تكون قديمه، تجيبها وتفتحها بالشكل ده. ما علينا، نكمل الاول السمك. اول حاجه هنعملها في تمليح الملوحه، هنحشي الخياشيم بتاعه السمك ملح، والخطوه دي مهمه قوي لان الملح اللي بيتحط في الخياشيم ده السمكه بتشرب منه، بتبدا تتخلل معاكي اسرع. يعني انت لو حطيت السمك كده ورشيت عليه الملح بياخد وقت اكتر منك في التخليل، لكن لما بتحطي على طول الملح في الخياشيم بيستوي منك بسرعه. كيلو البوري النهارده كان ب190 جنيه. كمان ده الحجم الصغير، في بقى وسط وفي كبير، بس انا بفضل الصغير علشان في التخليل ما ياخدش مني وقت طويل. النهارده فاضل على ان شاء الله على العيد 15 يوم او 15 يوم رمضان يخلص ويبدأ معانا العيد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. فعشان يلحق يتخلل معايا يفضل ان انت ما تجيبوش الحجم الكبير. الحجم الكبير ده لما تكوني هتقعديه عندك بقى شهرين 3، خللتيه وركنتيه بقى وهتفتحيه بعد شهرين 3. كده خلاص بقى انا حشيت الخياشيم كلها بتاعت السمك ملح بشطة. بص بقى، لو ما عندكيش حاجه تخليلي فيها محتاره، هتجيبي ازازه زي دي كده وهتفتحها بنفس الطريقه وهتحط فيها الكيس من بتاع حفظ ده كيس بنحط فيه مثلا طماطم نحفظها في الفريزر، الحاجات دي يعني بنخزن فيه. هتحط كيس زي كده وهتقومي جايبه ملح بشطه وحاطه تحت في ارضيه الازازه كده زي ما احنا شايفين.
بس انا على فكره مش هخلل في الازازه، لان الازازه دي صغيره مش هتاخد اكتر من اتنين بس انا عايزه اوريكم الطريقه علشان لو حد حابب يخلل ومحتار يحط فين السمك، الطريقه دي حلوه قوي على فكره وناجحه كمان. احاول احط التالتة كده، بس انا اعتقد ان صعب قوي ان هي تدخل. لا صعب ان هي تدخل. طيب هوريكم بقى على السمكتين دول كده. لو انت هتعملي كده، انا مثلا لو انا هشيل السمكتين دول هجيب بعد كده بقى، هقفل الاول الكيس من فوق وهحط ملح حواليه من بره. ده الملح ده مش جوه الكيس مع السمك، ده حوالين الكيس اللي فيه السمك من بره، علشان عايزه كل الفراغات اللي حوالين السمك من بره، اللي حوالين كيس السمك يعني، اطلع الهواء منها. فاطلع الهواء ازاي؟ اعبيها ملح، احشيها ملح كده، بحيث ما يبقاش فيه اي مكان لفراغ هواء يبقى موجود جوه مع الملوحه اللي انت بتخلليها. وفي النهايه لما املى بقى الازازه كده بالملح، هقوم قافله من فوق الازازه، حطها على بعضيها كده، اقوم جايبه سولوتيب وقافله بيه الازازه. طيب انا بقى هخلله، عشان طبعا الازازه دي مش هتاخد الثلاث سمكات. هحطه في الأكياس العادية كده زي ما احنا شايفين. طبعا انا حاطه على السمك ملح، بس ملح مش كمية كبيرة. اهم حاجة الخياشيم تعبيها ملح على قد ما تقدري، وبعدين تقفلي كده عليه، وتحاولي تطلعي الهواء كمان من السمك. بس مش معنى كده انك ما تحطيش ملح على السمك، تحطي ملح بس ما تحطيش بكميات مبالغ فيها. هحطهم كده بقى في دي علبه اهي بتاعت تخزين، احطهم فيها كده على جنب. شايفين؟ اهم حاجه تطلعي الهواء من الكيس. بعد كده هجيب السمكه اللي فاضله دي برضو واحطها بنفس الطريقه. احط عليها ملح برضو اهو. وهقفل كده كويس عليها برضو، واطلع الهواء كده بالشكل ده كده. وهجيب كيس تاني برضو وادخل فيه السمكه من الناحيه التانية. ممكن بقى بدل علبه التلاجة والكلام ده، لو انت عندك مثلا، او علبه الخزين دي، لو انت عندك مشمع الاسترتش، هتحط السمك فيه وتلف على طول، تلف على طول لحد ما تجبسيه كويس قوي قوي. ده حلو جدا جدا في التخليل، بس هو خلصان من عندي دلوقتي. جيت انا هنا بقى في العلبه علشان افرغ الهواء بقى اللي موجود في العلبه كمان. بعد ما حطيت السمك زي ما احنا شايفين كده، هتجيب ملح وحش حوالين السمك، علشان ما اخليش في العلبه كمان فراغات من الهواء. يعني انا فرغت الهواء اللي موجود في الاكياس، وبرده فرغت الهواء اللي موجود في العلبه، عن طريق الملح اللي انا هضيفه على السمك من بره كمان. زي ما انا قلت لكم، لو عندك مشمع استرتش هيبقى حلو قوي قوي في التخليل. هتحطي السمك زي ما انا حطيته كده، وتجيبي المشمع الاسترتش تلفي لحد ما تجبسيه كويس قوي كده. هتضمني 100% ان مفيش اي حاجه، يعني اي هواء هيدخل للسمك. تمام. وبعد كده هتحطيه في شنطه سمراء، وتشيليه في مكان بعيد عن ايديكي لحد ان شاء الله ما يجي وقت ما تفتحيه ويكون اتخلل تمام. انا طبعا حطيته في العلبه زي ما احنا شايفين كده، عشان ما عنديش مشمع استرتش حاليا. وجبت كيس علبه بتاعه التلج بتاعه التلاجة، لقيتها هتيجي عندي فوق السمك، لبستها برضو كيس وضغطت بيها على السمك علشان مخليش اي فراغات في العلبه. شايفين انا كابسه السمك ازاي في العلبه. وهجيب بقى شنطه سمراء او اي شنطه عموما، يعني مش لازم سمراء، لان انا طبعا حاطه السمك جوه العلبه، وحاطه حواليه ملح زي ما احنا شايفين، مش مخليه فراغات. وكمان ضغطت عليه بحاجه من فوق، وهضغط عليه بالغطا بتاع العلبه كمان كده، علشان ايه؟ يبقى مفيش اي هواء يدخل عند السمك. كده خلاص بقى، انا خلصت التخليل بتاع السمك. هقفل عليه كويس قوي. هجيب سولوتيب برضو وهلف حوالين الشنطه اللي انا حطيت فيها العلبه، عشان برضو الهواء ما يدخلش وما يتسربش للسمك. زي ما انا قلت لكم كده، لو مشمع الاسترتش بقى هو افضل من ده كله، بس حاليا مش موجود عندي.
تخللي السمك وتحطيه الاول زي ما انا عملته كده في الاكياس الاولانيه دي، وتجيبي المشمع الاسترتش وتفضلي تلف عليه، او ممكن تلف على السمك على طول وهو متملح كده، وبعدين تحطيه في اكياس تانية وتلف عليه تاني. اهم حاجه تقفلي عليه كويس قوي علشان الهواء ما يوصلش للسمك. هجيب بقى استرتش كده مش معلش انا اسفه، لزق كده سوليتيب، وابدا اقفل العلبه كويس قوي. انا كده وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا له لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. طبعا انا متعوده دايما لما بعمل سمك ملوحه او بملح سمك ما بنزلش الحلقه غير لما باجي افتح السمك واشوف النتيجه. هنا بقى ان شاء الله انا هنزل الفيديو وهفتح السمك ان شاء الله، هعمل لكم فيديو مخصوص يوم ما افتحه ان شاء الله اول يوم العيد باذن الله. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وهسيب لكم تحت في صندوق الوصف طرق التخليل اللي انا عملتها قبل كده، لان انا خللت قبل كده بسارية وخللت سمكة الموزة وخللت البوري بس بطريقة مختلفة خالص عن الطرق التقليدية. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو ده تحت الفيديو. عموما يعني انا هجمع لكم كل الفيديوهات اللي انا خللت فيها اسماك وهحطها لكم تحت في صندوق الوصف، عشان لو حد عايز يشوف اي طريقه يدخل يشوفها. واسيبكم بقى ان شاء الله كده زي ما قلت لكم ارجع لكم في الفيديو ده باذن الله اول يوم عيد الفطر وانا بفتح السمك، ونشوف السمك طلع معانا اخباره ايه. كل سنه وانتم طيبين.